بنت اختي بتعمل عندي حاجات مش كويسه، ولو اتكلمت مع اختي فيها هيحصل بينا مشكله وقطيعه جامده. بنوته بعتالي مشكلتها وبتقول لي انا متجوزه وعندي 3 ولاد. هي مش بنوته قوي يعني، هي ست كبيره. بتقول لي متجوزه وعندي 3 ولاد في مراحل تعليميه مختلفه، في الاعدادي والثانوي والكليه، كلهم شباب ما شاء الله ربنا يبارك. وبنت اختي في الثانويه العامه. فالمهم بقى ايه، انا ما عنديش بنات خالص. بنت اختي دي كل ما بتيجي تزورني بتقعد معايا، اقول لها اقعدي معايا، تقول لي لا انا هدخل عند اخواتي. قصدها ايه؟ ولادي يعني في اوضتهم وكده. اقول لها بيذاكروا، تقول لي هدخل عندهم شويه واجي. بس بقى ايه، كل مره بتعمل كده ما كانش في دماغي اي حاجه، لحد لما في يوم ابني لقيته بيشتكي له وبيقول لي يا ماما يا ريت بنت خالتنا ما عادتش تيجي تدخل لنا اوضتنا تاني، لما تيجي قعديها معاكي بس ما عادتش تدخل لنا. قلت له ليه، ايه اللي حصل؟ قال لي بصراحه كده سلوكها مش كويس، تفضل تقلع الجاكيت اللي هي لابساه وتفضل لابسه بالهدوم القط بتاعتها وتسيب شعرها وتفضل تحط في ميك اب طول ما هي قاعده قدام المرايه وتشغل اغاني وعايزه ترقص وترقصنا معاها، واحنا نقول لها ان احنا ورانا مذاكره وكده. وانا دلوقتي مش عارفه افتح اختي في الموضوع ولا اعمل ايه، خايفه ان انا اخسر اختي.